يا كاتب التاريخ أبشر، فعصر الجالاكتيكوس عاد من جديد، ليس في ريال مدريد هذه المرة، وليس في الليغا ككل، بل هناك في باريس سان جيرمان، حيث جمع ناصر الخليفي خيرة لاعبي القارة العجوز، وصار لعاصمة الأنوار الفرنسية فريق مرعب. وبعد التعاقد مع الأسد المغربي أشرف حكيمي وكابيتان الريال سيرخيو راموس والهولندي جورجينو فينالدوم، إضافة إلى حارس المرمى الإيطالي جالويجي دوناروما، حان الوقت لقنبلة الميركاتو والحدث التاريخي بامتياز، وهو التوقيع لأفضل لاعب في العالم 6 مرات، وواحد من أفضل من لمسوا المستديرة على مر التاريخ، ليونيل ميسي. ولجأ نادي باريس سان جيرمان إلى طريقة مشوقة واستثنائية للإعلان عن تعاقده مع النجم الأرجنتيني، حيث نشر على حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو قصير يظهر فيه وصول طائرته الخاصة إلى العاصمة الفرنسية مع صورة لكرته الذهبية. وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد أوردت تفاصيل العقد الجديد والذي سيوقعه البرغوث الأرجنتيني، والذي سيناهز 70 مليون يورو، منها 35 مليون يورو سيصرح بها كراتب، والباقي كعقد استشاري، وهو أكثر بكثير مما كان يتقاضاه في برشلونة، والذي كان يناهز 55 مليون يورو بما في ذلك المكافآت. عقد ليو مع النادي سيكون في 2 مع إمكانية التمديد لموسم ثالث، مجاورا بذلك صديقه البرازيلي نيمار. أما الغريب في الأمر هو أن ميسي سيجاور عدوه اللذوذ سيرخيو راموس، من خاض ضده معارك ضارية في الليغا. إسي سي باري، أو هنا باريس، قميص ارتداه الأسطورة الأرجنتينية في أول تجربة له خارج فريقه الأم برشلونة، وهو بذلك تجربة جديدة سيخوضها البرغوث رفقة نجوم جمعهم البي اس جي لصناعة التاريخ. ومن الآن الأعين كلها ستتجه إلى هناك، إلى عاصمة الأنوار، والتي سيزيد نورها إشعاعا بقدوم ابن روزاريو، من حصد الأخضر واليابس مع برشلونة، وحط الرحال في العاصمة الفرنسية ليسطر عهدا جديدا يحلم فيه بالتميز وتحقيق الألقاب. فهي وحدها من تسعد الأنصار وتخطف الأنظار وتعزز مكان